السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا التقرير أخوتي هلأ من قناة أورينت مشان موضوع المحروقات بترحيل. يعني فعلا قلعوا الحياة والشرف والناموس والغيرة والأخلاق والدين. بعض الكتائب البعض ما كلهم. يعني كانت الشامية كانت تاخذ 30-40 دولار على كل برميل نفط، ما اختلفنا. هلأ صارت يشتغلوا داخل المنطقة المحررة. يعني عمال بروحوا هدول حركة أحرار الشام، لكن كرهنا الشام، لكل شيء بتبع للشام كرهناه. هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام وفيلق حاج، عيب حاج، تجارة حاج، انكشفتوا. انتوا تجار وليس انتم مجاهدين وثوار. السائر لا بياخذ ضريبة ولا له علاقة مع المواطن، ولا السائر عبارة عن مقاتل عبارة عن كمائن ضد النظام ولا ضد العدو. انتم ما عندكم شغلة الا الرسوم والجمرك والضرائب. لك عيب عليكم، لك والله لو عندكم ذرة من الشرف ما كان استقويتوا على هذا المواطن المسكين المقهور البردان عريان، لك جوعان يا زلمة، جايين تحطوا 50-60 دولار على كل برميل. ولو والله ما في ناموس، علي الحرام لو في عندكم شوية غيرة ما كان اشتغلتوا هالشغلة. حركة أحرار الشام هلأ بدها تروح تاخذ من كل برميل 30 دولار. حطت خزانات بترحيل، وانتوا العمال بش اسمه حطوا عنا هيك بالقوة، قوة السلاح والوساخة، حطوا عنا المازوت نحن بدنا نبيعه. يعني فعلا مثل ما قال أحد الأخوة هنيك بصاحبين الحراقات، 60 دولار عم ياخذوا، 60 دولار بس رسوم وجمرك. طينا عن شارب أبوكم وأبو كل خنزير فيكم. انتوا بتاع الضرايب والرسوم، بتاع المعابر، لك يخرب دياركم اذا عندكم ذره من الاخلاق والشرف. اقسم بالله فاقدين كل الشرف وكل الناموس. لا بقى تعرفوا العيب ولا الحرام ولا المسكين. المواطن العمال بكفر بثورتنا، لك عم بكفر بساعه اللي طلع وقال الله اكبر بدنا حريه. لك صار يتندم ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويسب اللي قال بدنا حريه ويسب نفسه. عيب عليكم يا اخي، سايقين جاه الله عليكم. اتركوا هالعالم، لك اتركوا خيو هالعالم، خليه تعيش يا زلمه. لكن قلنا لكم سايقين جاه الله عليكم ويوقفونا بالضريبه بس بالشتاء. العالم خلي المسكين الفقير يدفع ديانه يا زلمه، عم موتوا من البرد. انتم مثل الخنازير، واحدكم عنده ارصده 100 و200 مليون دولار. العالم ميته من الجوع، عريانه عطشانه، وانتم ما لكم علاقه طاول بالمواطن. لك مين سلطكم على هالشيء؟